السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. الفيديو منتظر لكل الأمارات اللي طلبوا فيديو فتح الفسيخ بعد ما قعد المدة بتاعته، وكمان هرد على كل أسئلتكم اللي جات لي في التعليقات. واحنا بنفتح على الفسيخ هنتكلم باستفاضة عن كل المعلومات، وعشان يطلع معاكي فسيخ ناجح مليون المية، وكمان سوبر التوفير. هقول لكم وفرت قد ايه وهنحسبها مع بعض عشان تعرفي ان اي حاجة بتعمليها في البيت توفير وكمان نظافة. ومعايا هتلغي مثل شراء العبد ولا تربيته، معايا تربيته أحسن وأفضل بكتير. بس ما تنسيش اللايك وتشيري الفيديو. نفتح الفسيخ كده مع بعض اللي احنا عملناه وكفيناه كده مع بعض زي ما انت شايفة كده معايا. هنبدأ نفتح الاسترتش راب اللي احنا رفيناه مع بعض زي ما احنا لفيناه بالظبط، زي ما احنا طلعناه. انا حطيته كده في الطبق وحطيته جوه اكياس وركنته طبعا في مكان ما يكونش دافي خالص، ما يكونش في المطبخ. لو المطبخ بتاعك حر جدا ما ينفعش تحطيه في المطبخ، لازم يكون مكان مفتوح فيه تهوية. فتحنا هنا اهو الفسيخ معانا، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك. بجد تحفة تحفة. بصي الطريان، بصي الجمال، بصي الحلاوة، بصي الطعامة. عايزة اقولك تحفة تحفة تحفة، وطري جدا جدا زي ما انت شايفة كده معايا. انا اول مرة افتحه معاكم اهو واشوفه زيكم، بس بجد بجد منبهرة بيه جدا. وعايزة اقولك تحفة وطعمه رهيب 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 يا بنات. المبتدئين ما تخافوش وجربوا، مش هتندموا ابدا. بجد تحفة وسوبر التوفير. وهقول لكم نتكلم يعني على الفسيخ باستفاضة، وهقول لكم احنا عملنا ايه بالظبط. وهرد على كل الاسئلة اللي جات لي. بصي تحفة وطعمه رهيب بجد. اول سؤال جالي بيقول لي هو كام يوم على ما يستوى، يعني هيقعد كام يوم على ما يستوي. عايزة اقولك اني انا عملته من 15 يوم وفتحته في اليوم ال15 اللي هو اول يوم العيد. بجد احنا طبعا في الجو ساقعة، ما هواش حر خالص. ففي الجو ده يقعد حوالي 15 يوم كويس جدا، 14 15 يوم بالظبط يعني. وتفتحي عليه هتلاقيه بالجمال اللي انت هتشوفيه معايا دلوقتي. احنا معانا جبنا كده الفسيخ، هشرح لكم واحنا بنعمل ايه بالظبط. فهفتحه قدامكم اهو لسه. بصي البينك، بصي الحلاوه، بصي شكله عامل ازاي، لونه عامل ازاي. لونه بينك كده فاتح. ده كده يعني علامة ان هو مستوي وواخد السوا بتاعه كامل. وطعمه عايزة اقول لكم تحفة. بدأت ان انا افتحه كده وانضفه كويس من الجناب بتاعته واشيل اي زوايد احنا مش عايزينها نرميها خلاص. الراس طبعا دي كل بقى تترمي، ما ينفعش طبعا ان احنا نطلع منها اي حاجة. الراس زي ما احنا قطعناها كده بناخدها نرميها خلاص. عايزة اقول لكم زبدة، فسيخ زبدة فعلا زي ما بيقولوا، زبدة زبدة وحاجة نظيفة وبإيدك انت اللي عاملاها وموفراها. هنقول سؤال تاني. عايزة تعرف كام يوم في الصيف وكام يوم في الشتاء. لو انت عملتيه في الصيف يبقى حلو عليه قوي. في الحر اللي هيبقى في الصيف ده 7 ايام. لكن لو انت هتعمليه في الشتاء يبقى 15 يوم، 14 يوم، 15 يوم بالكتير وتفتحي عليه. ده في الشتاء. لكن لو في الصيف 7 ايام فقط لا غير، عشان الجو بيبقى حر وما ينفعش يقعد اكتر من كده يبوظ معاكي. في حد تاني سألتني برضو بتقولي اخزنه ازاي بعد ما يستوي. زي ما انت شايفة كده انا هخزنه اهو معاكو. اللي هتقدري تستخدميه هقولك تعملي فيه ايه. تخزنيه زي ما انت شايفة كده، بتقطعيه وبتنضفيه كويس جدا زي ما انت شايفة برضو معايا كده. وبتفتحيه وتنضفيه وباخده في اكياس او في علبة محكمة الغلق وبحطه زي ما هو كده. بعد ما تنضفيه، مرحلة التنظيف اللي انا بعملها دي، بتاخديه تحطيه في العلبة بتاعتك محكمة الغلق او في اكياس، وبتقفلي عليه كويس جدا بدون زيت، بدون ليمون، بدون خل، بدون اي حاجة. بصي هناخده كده ونحطه في اكياس وعلى الفريزر على طول لو انت عاملة كمية وعايزة تقعديها شوية. طيب انت عملتيه
يعني كمية كبيرة وعايزة تاكلي منه دلوقتي وفاض منك، بتحطي عليه ليمون وبتحطي عليه زيت وبتحطي عليه خل، فاض منك شوية بتحطيهم في طبق لوحدهم، اوعي تحطيهم مع دول. الزيت والليمون والخل اللي انت كلتي منه ده حاجة تحطيه على جنب، واللي انت هتحطيه في الفريزر ده حاجة تاني. يعني اللي انت كلتي منه فيه زيت وليمون ده تحطيه في التلاجة عادي خالص من تحت لوقت الاكل بقى، في اي وقت تطلعيه وتاكليه. اللي في الفريزر ده ما يجيش عليه ليمون ولا زيت ولا خل. انا بقول اهو، بقول بكل دقة عشان ما حدش يبوظ حاجة ويقول لي يا لولو انتي قلتي ان احنا نحطه في الفريزر. انا قلت لك حطي في الفريزر بدون ملح، سوري، بدون ليمون وبدون خل وبدون زيت. تحطيه كده زي الناشف زي ما هو، زي ما انت شايفاه معايا كده في المرحله اللي انا بعملها دي، تاخديها بقى وتكيسيها وتحطيها في الديب فريز بتاعك. لكن لو انت حطيتي عليه ليمون وزيت وخل تحطيه في التلاجة عادي، في علبة كده محكمة الغلق او في كيس برضو، وتحطيه في التلاجة او في طبق في التلاجة عادي. دي الكمية بتاعتي نضفتها كلها وهوريكي دلوقتي عملت ايه. هقولك واحدة علقت لي برضو بتقولي التوفير كام بالنسبة اللي بيتباع بره. اللي بيتباع بره ب 420 جنيه. انا جبت الاتنين كيلو دول، 2 كيلو هعملوا 5 سمكات وسط كده حلوين. الكيلو ب150 يعني 300 جنيه، و420 يعني 840. انا جبت كل الليله اللي انت شايفاها دي ب 300 جنيه، يعني انا وفرت 540 جنيه. وفرت 540 جنيه، يعني حاجه سوبر التوفير بجد، تحفه ونظافه تحفه تحفه. وفي واحدة علقت لي وبتقولي دي جريمة. لا يا حبيبة قلبي، دي مش جريمة. انت لما بتشتري السوشي من بره ده عبارة عن جمبري ني. في سمك بيتعمل بطريقة معينة برضو، سمك بيبقى ني، فاهماني؟ احنا بنجيب البوري البلدي وبنخلله بطريقة برضو معينة، وبيبقى بلدي وبيستوي عن طريق الملح والشطة اللي احنا حاطينها، بنحافظ عليه بدرجة حرارة معينة، بنفتح عليه في يوم معين. ايه الجريمه في كده؟ اللي حابب طبعا الطريقه وعايز الطريقه يكتب لي في التعليقات ويقول ان هو عايز الطريقه، وانا هنزل لك اللينك في التعليقات، وهسيبه لكم برده في صندوق الوصف. وما تنسوش تحطوا لي اللايك والاشتراك بالقناه، وتفعلوا زر الجرس، وتشيروا الفيديو على اوسع نطاق عشان يوصل لكل اصحابكم وكل حبايبكم. بجد عايزه اقولك طلع تحفه تحفه. وزبده، وهنحط عليه بقى ليمون وزيت. دلوقتي انا خليته بالطريقه دي عشان الاولاد ياكلوه، ونضفته. وهنحط عليه بقى زيت وخل وليمون. الفسيخ لازم زيت وخل وليمون. وما تنسيش اللايك، وباي باي.